تجارة ولا شطارة. عنوان سيناريو للأستاذ الفاضل تيتا السيكابولي. طبعا تيتا السيكابولي ده اسم من الأسماء الأخوة السوريين، وهو كان مكلمني فيه كده فقلت له طلعه. قال لي طلعه يمكن يجيب قرش ولا حاجة بعد كده، ويبقى جزاك الله خير أخ عادل مظلوم. فبيقول بقى الأخ تيتا السيكابولي إن في لقاء للزوج والزوجة في بيت الحما والحماة، وفي تعسف وفي قلة أدب من الحما والحماة، ويعني سيطرة من الأب والأم على البنت، والبنت عايزة كده وخلفت وهي بتستأذن على جوزها وقرفها. فدخل بقى اللقاء بقى بينهم عامة يعني. السلام عليكم، ازيك يا عم الحاج، عامل ايه؟ قال لي يا ابني اتفضل، اهلا وسهلا، منور، مش عارف ايه. طبعا المشهد الاول. المشهد التاني داخل بقى الزوج بقى لزوجته، وجايب لها تورته بقى وحاجات حلوه عشان عيد ميلاد. ايوه حبيبتي، صباح الخير، مساء الخير، ازيك، عامله ايه، ازاي احوالك كده، وعامله ايه. وقعد ف راحت ملويه منه قوي، بتقول له ايه، بتقول له ايه، انت عايزني ولا مش عايزني؟ فهو طبعا لا، الله عايزك في بيتي. هنا الحما بتتدخل بقى وبتقول له انت سايبها ما بتجيلهاش ولا حاجه. فطبعا بيرد عليها الزوج بيقول لها ما تدخليش بقى حاجه بقى، عايزين ايه نتكلم معاها بقى كده، مش هينفع الكلام ده. فطبعا الراجل خد الجاتوه وخد الحاجه وحطها فين فوق، حطها في اوضه الايه المسافرين، على اساس ان اوضه الصالون، عشان بعد كده يعني بعد راجل كبير مسن بقى غلبان يعني، وما بيدخلش ولا كلمه اصلا، اللي هو بس ايه عايز مصلحه بنته وبيبوظها هو وامها. فطبعا ايه ففوجئ بقى طبعا الزوج ان الحما راحت عامله ايه، قالت له لا مش عارف ايه، وقامت فجريت. فلما جريت طبعا التانية بقى اتلتت عليه، وطبعا لقى الوضع كده، فجريت الحما زي الطور الهايج على ايه الزوج، فجري منها، ففتح الباب، راحت قالت له إيه، قالت له كلمه خارجه لا يسمع ان اقولها طبعا. فقالت له لعن ابوك، راح رد عليها لعن ابوك والكلب كلكم، ومشي. فده المشهد كان صعب، الواحد صاحبي حكى لي عليه من سوريا، ولكن تيتا السكابولي كتب الموضوع دوت، قال عشان يدخله. فحتى انا بقول له يعني صعب ان انت تقول الكلام ده. وقال لي ما هو لا يتقال، لما دي حقيقه عشان الناس تعرف الحقيقه. وتحياتي بونجك ستيك العربي العالمي والكاتب للقصه الاستاذ تيتا السكابولي، مع تحياتي بونجك ستيك العربي العالمي. شكرا لكم جميعا.